يا صباح الفل على أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة بقى هاخدكم معايا جولة جديدة وراقية جدا من جولاتنا المميزة. والنهاردة هاخدكم في مكان هياخد العقل ويهدي الأعصاب. بس في الأول كده خليني أوصف لكم العنوان بالتفصيل عشان تيجوا وتنوروا المكان بنفسكم وما تتوهوش. احنا النهاردة في جاليري جواد للأزهار الصناعية. مكانه فين؟ في شارع فوزي معاذ داخل مول الحرية بسموحة، والوصول ليه سهل. طيب لو انت جاي من ناحية الشمال كده هيبقى التأمين ودوران سموحة على ايدك. طب ولو انت جاي من الاتجاه التاني اللي هو اليمين هيبقى مسجد علي وكوبري الإبراهيمية على ايدك اليمين. ويلا بينا بقى، اول ما تدخلوا كده المول في الدور الارضي على طول على ايديكم الشمال هتلاقوا محل جواد للازهار منور ومستنيكم. ويلا بينا ناخد الجولة التحفة دي مع بعض، وهبدأ معاكم من بره الجاليري عشان تشوفوا الجمال والإبداع من أول نظرة. ويا سلام، بجد جمال الأزهار الصناعية وتصميماتها الروعة اللي تخطف العين وتجبرك تقف تتفرج عليها. هنا بقى بنتكلم عن فازات ورود صناعية وأشجار من أجود وأفخم الخامات، كلاس 1 فرز أول. طيب يعني هنا أنا أقدر أقول لكم إنها أعلى وأجود خامات القماش والجلد الفاخر اللي يعيش معاكم العمر كله ويفضل محتفظ بزهوته ولمعانه وكأنه لسه جديد. شوفوا معايا كده وركزوا في روعة التفاصيل ودقة الشغل والورق والعروق اللي جوه الشجر، تخليكي ما تفرقيش بينه وبين الطبيعي أبدا. وجاليري جواد هنا متميز بتشكيلة غنية جدا بتخطف العين وبترضي كل الأذواق. يعني مثلا شوفوا الجمال ده، هتلاقوا شجرة الموز العريضة وشجرة عصفور الجنة الساحرة بأحجامها المختلفة الكبيرة والمتوسطة، ودول بقى معمولين مخصوص من الخامات الجنس التقيلة الفخمة جدا اللي بتدي مظهر طبيعي 100% وتستحمل معاكم. وعندنا كمان شجرة دراسينا المميز اللي بيدي فخامة وروح للمكان، وبرضه متاح منه أحجام وألوان مختلفة، غامق وفاتح وبتدرجات تجنن عشان تناسب ديكور وألوان بيتكم. وركزوا معايا هنا بقى علشان عندنا الأريكة لأنها أنواع وأشكال. هتلاقوا الصغيرة، الغامقة، أريكة قصيرة، ودي بتبقى تحفة في الزوايا وعلى الترابيزات. وعندنا كمان الأريكة الطويلة اسمها أريكة نخيل أو أريكة بلم، اللي بتدي إيحاء بالوسع والفخامة للمكان وبتحسسكم إنكم قاعدين في قصر. وكمان متوفر شجر الكافور والزيتون والليمون اللي شكلهم يفتح النفس ويدخل البهجة على المكان، وغيرهم من أنواع كتيرة غنية ومتنوعة ومفيش قطعة شبه التانية. ومش بس كده، حتى الأبوات أو الأصاري هنا مش أي كلام، دي بتيجي بتدريج خامات على حسب اختيار العميل وأكيد على حسب الميزانية والديكور اللي حباه. يعني هتلاقوا خامة الفايبر جلاس الفاخرة جدا أو الأكريليك الشيك أو البلاستيك المقوى، وكلها خامات ممتازة وذوقها عالي جدا وبأشكال هندسية وألوان مودرن وكلاسيك تليق على كل البيوت. والجميل بقى واللي بيميز الجاليري ده عن أي مكان تاني إن أستاذ جواد بنفسه هو اللي بيصنع اللوحات الفنية والتنسيقات دي بإيديه. يعني الراجل فنان وبيعمل كل قطعة عبارة عن لوحة فنية فريدة معمولة بحب وبلمسة إيد خبيرة ومحترفة، مش مجرد تنسيق تجاري عادي. وخلونا نكمل معاكم التفاصيل ونقوله بقى الله على الجمال المكان ونظافته. يعني بصراحة بجد حاجة تحسسك بالرقي وهدوء الأعصاب، راحة نفسية مش طبيعية وانت واقف وسط الزرع الأخضر المبهج وفازات الورود الملونة اللي تفتح النفس وتغير المود تماما. بجد شغل روعة في التصميم وفخامة في التنفيذ، تشكيلة ولا أروع، ومكان يستحق الزيارة وتجربة شوبينج هتحلي بيوتكم وتغير روح المكان تماما وتخلي كل ضيوفكم يسألوكم جايبين الجمال ده منين. ما تفوتوش الفرصة وتعالوا زوروا جاليري جواد في مول الحرية بسموحة وشوفوا الجمال ده بنفسكم واسألوهم على عرض متابعين القناة. واشوفكم في فيديو جديد. شكرا حبايبي، مع السلامة.